السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تصريحات نارية من داخل أقوى وأغنى دولة في العالم. برنارد ساندرز البالغ من العمر 82 سنة وشهرته السيناتور بيرني، هو سياسي أمريكي مخضرم وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، وهو أقدم سيناتور في تاريخ الكونجرس الأمريكي، حيث يشغل مقعده منذ عام 2007 وحتى الآن. السيناتور بيرني أفاد مؤخرا بتصريحات نارية أكد أنها لم ولن يتم تداولها في وسائل الإعلام زي قنوات فوكس وسي إن إن وإي بي سي والواشنطن بوست وخلافه، ولا حتى سيتم تداولها في جلسات الكونجرس الأمريكي. قال إيه بقى عم بيرني؟ قال لك إن الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في المجتمع الأمريكي بيواجهوا خطر حقيقي، عشان عدد قليل من مليارديرات أمريكا بيمتلكوا ثرواتهم الضخمة ومعاها نفوذ سياسي ضخم أيضا. وقال كمان إن نص الشعب الأمريكي بيعيش على حد الكفاف من الإعاشة داخل أغنى دولة على سطح الكرة الأرضية، وأن 70 مليون أمريكي بيعانوا صحيا سواء بسبب عدم كفاية تغطيتهم التأمينية أو بسبب عدم امتلاكهم تأمين صحي أصلا، وأن الحد الأدنى للأجور في أمريكا $7.25 فقط في الساعة، وده أجر بمعايير الأمريكان لا يضمن الحماية من الجوع. وقال كمان إن نص العاملين اللي اقتربوا من سن التقاعد ما عندهمش أي مدخرات في البنك تساعدهم لما يوصلوا لسن التقاعد. وبعد كده عم بيرني قال إنه آن الأوان لمحاسبة أهل القمة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هم مستريحين قوي ماديا بشكل عجيب جدا على حد تعبيره، حيث أن شخصين فقط من أهل القمة في أمريكا بيمتلكوا ثروة أكبر من ثروة 40% من أهل القاع في أمريكا. يعني شخصين فقط معاهم فلوس أكتر من اللي مع 135 مليون مواطن أمريكي. وقال كمان إن أهل القمة عامة في أمريكا لا يزيدوا عن 1% من الشعب الأمريكي، لكن معاهم فلوس أكتر من اللي مع 92% من الشعب الأمريكي. وقال كمان إن المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية العملاقة دخلهم السنوي أكتر من 350 ضعف إجمالي دخل كافة العاملين تحت رئاستهم. يعني لو مثلا شركة إجمالي دخل كافة العاملين فيها $1,000,000 في السنة، هيكون دخل مديرها التنفيذي لوحده أكتر من $350 مليون في السنة. أكتر من 350، يعني نقول مثلا $365 مليون بعدد أيام السنة. يعني ده معناه إن دخل المدير التنفيذي في اليوم الواحد يعادل إجمالي دخل كافة المرؤوسين اللي بيشتغلوا تحت رئاسته في سنة كاملة. السيناتور بيرني علق على كده وقال إن ده كده أسوأ توزيع للدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها. وبناء على ذلك أكد عم بيرني ساندرز أنه قد آن الأوان أن الشعب الأمريكي يقف بحزم ويقول كلمته ويتصدى للفساد، ويطالب بحكومة جديدة تمثل كافة طبقات الشعب ولا تمثل الأثرياء فقط، عشان ينتهي عهد نظام سياسي فاسد بيشتري الانتخابات بأموال الأثرياء، ده هو اللي بيقول كده، ويقدم لهم في المقابل الحماية لثرواتهم عشان تزداد أكتر وأكتر، وكمان عشان ينتهي عهد النظام الضريبي الغير عادل بالمرة اللي بيساعد الأثرياء إنهم يدفعوا فتات الفتات من الضرائب سنويا، وعشان يتوجد نظام ضريبي جديد يجبرهم إنهم يدفعوا ضرائبهم الحقيقية، وبكده هيزداد الحد الأدنى من الدخل إلى $15 في الساعة على أقل تقدير، يعني ضعف $7.25 في الساعة المتاحة حاليا. وكمان أكد السيناتور بيرني إن أمريكا لازم تنضم فكريا لكل الدول الكبرى في العالم اللي بتصنف التأمين الصحي للمواطنين على أنه حق من حقوق الإنسان وليس فضل أو منة من حكومات تلك الدول، وأن المواطن الأمريكي ما يفضلش يصرف ضعف دخله على الرعاية الصحية، واللي بيخلي شركات التأمين وشركات الأدوية تزداد ثراء والمواطن يزداد فقر.
وإن التأمين الصحي يصبح ملزم بالتفاوض مع شركات الأدوية لتخفيض أسعار كافة الأدوية بنسبة 50%، وإن أمريكا ما تفضلش هي الدولة الكبرى الوحيدة في العالم اللي ما عندهاش أجازة عائلية مدفوعة الأجر ولا حتى أجازة مرضية مدفوعة الأجر، وإن أمريكا ما تفضلش دولة نسبة فقر الأطفال عندها من أعلى النسب في العالم، وإن التأمين الصحي يتوسع في تغطيته التأمينية عشان يشمل رعاية الأسنان وضعف السمع وكمان النظارات الطبية، عشان المسنين يعيشوا ما تبقى لهم من العمر بكرامة. ومحصلة تصريحات عم برنارد ساندرز أو السيناتور بيرني أنه مطلوب حكومة أمريكية جديدة تعمل من أجل كافة المواطنين ولا تعمل من أجل أهل القمة فقط. أحسنت يا جناب السيناتور، يسلم فمك يا معلم برنارد، صح لسانك يا أبو ساندرز، وسلامتك.